النادي الاهلي ينتصر على استاد ابيجان ثلاثيه مقابل هدف بفضل الله طبعا ثم بفضل امام عاشور اللي بيخرج اداره الاهلي من عنق الباستيلا، من عنق البلاعه. هو ما لهمش تعبير او مثال غير ده، يا باستيلا يا بلاعه، عشان هم ريحتهم عفنت. ايه رايك في شكل دكه الاهلي؟ ايه رايك في شكل التيم وانت ما عندكش حلول؟ ايه رايك في حسين الشحات اللي ماشي على سطر وسايب سطر؟ ايه رايك؟ ايه رايك في قلبين دفاع الاهلي؟ رامي ربيعه وياسر ابراهيم، جايب لي يوسف ايمن واشرف داري. طب يوسف ايمن المدرب مش مقتنع بيه، جايبه ليه؟ اشرف داري اصاباته كتير، طب كشفت عليه في الاول في الكشف الطبي؟ عرفت عنده اصابه مزمنه ولا لا؟ انا حاسس ان قصه محمود متولي بتتجدد معانا. محمود متولي برو ماكس المره دي، اجنبي وبيقبض بالعمله الصعبه وما بيلعبش. ضحك ضحك، واداره كل يوم بتزيد فشل، وكل يوم عن التاني بتثبت جدارتها في الفشل. يعني احنا فاشلين بجداره عن جداره واستحقاق. نتكلم عن المباراه عشان احنا صياحنا بالنسبه لاداره الاهلي صياحنا طرب. صيح، اطلب صفقات، اطلب تدعيمات، مش هعمل لك اللي انت عايزه. اخر الشهر هنجيب صفقتين طفش من بوليفيا، مش عارف من السنغال، من ساحل العاج، والدنيا خلصت على كده. واخر السنه هتلاقيهم بيمشوا ونسكن بيهم الجمهور. دخل النادي الاهلي المباراه، اول دقيقتين بتضيع كورتين في منتهى السذاجه، بغض النظر عن كره حسين الشحات اللي هي اوف سايد. ايه يا نينجا؟ يا نينجا ده فينش يا نينجا؟ يا نينجا يا نينجا يا وحش، مش حلقت يا معلم وانضميت لك لقسم العلوم؟ ما هي دلوقتي الاهلي قسم العلوم، قسم الخولنه هو دلوقتي ده الموجود في اوضه اللبس. مش انضميت لقسم العلوم وحلقت لي يا نينجا؟ ما انت كنت عامل ماتش سموحه 10 على 10، اعمل لي ماتشين حلو، كمل ماتشين، بس انا عايزك ماتشين، مش بقول لك 10 ماتشات، لا انا عايز ماتشين كويس، ادائك كويس. هو الحكم رافع اوف سايد، الكوره ما فيهاش حاجه، وللاسف ما فيش فار، بس الفينش زفت، الفينش زي الزفت. عشان تيجي اول كره لاسامه ابو علي في الدقيقه 36، دروجبا اللي واقف جول، انا مش فاهم انت يا اسطى شكلك غلط ليه؟ انت في ايه؟ ما تسيب الكره تعدي يا عم. محبيك قوي مع الاهلي خلاص، هتكسب، هتاخد دوري الابطال. دي شغلانه هباب، والله شغلانه هباب. عشان نص ملعب الاهلي لا اسمع لا ارى لا اتكلم. مفيش غير مروان عطيه بيحارب لوحده، بيحارب لوحده في نص الملعب، بيستلم وبيسلم، وهو اللي بيطلع بالكوره، وهو اللي مدي شكل نص الملعب. كوكا والسوليه لكن بقى بلاش قرف. قلت لك الفتره دي انت هتشوف لعيبه مجبر ان انت تشوفها، لا اكتر ولا اقل. اداء السوليه مفيش، كوكا ابيض يا ورد مفيش يابا، انسى الكلام ده خلاص، انسى. انت نص ملعبك مجبر دلوقتي. امام عاشور بقى بيلعب وينج، فمش هتشوف امام عاشور في حته الدايره او هو اللي بيطلع من الكره من تحت زي الاول. لما ربنا يكرمنا وننفخ في صورتنا ونجيب لعيبه وندعم بصفقات من اللعيبه اللي مجهودها كان كويس النهارده وظهر بشكل كويس. خالد عبد الفتاح في شوط تاني على الاقل، خالد عبد الفتاح. هي مباراه مش للتقييم عشان بس نبقى فاهمين، يعني المباراه دي اسهل بكتير قوي من ان انت تقعد تقيم لاعب في الاهلي او تقول اللاعب ده كويس. لا، احنا بنقول انت عملت ماتش كويس، انما انت مش كويس في المجمل. لا انت مش كويس في المباراه اللي قبل كده، انت مش كويس. فمين اللعيبه اللي ادت بشكل كويس النهارده؟ خالد عبد الفتاح ظهر بشكل كويس، حاول يروح، كذا كره بيعرض وكذا كره ليه تاثير. طبعا اسيست الجول الثاني، وهو كان السبب في جول التعادل النادي الاهلي اللي لعبها وسام ودخل امام عاشور. فمين اللعيبه اللي كان لها تاثير النهارده؟ الدبيس كان عامل شوط اول حلو، شوط اول حلو، اخرجه ليه؟ طب السوليه ومفهوم ان هو يخرج، طب الدبيس اخرجه ليه؟ يعني مش كوكا اللي يخرج؟ يعني كوكا لما راح ناحيه الشمال ماذا صنع؟ ايه الفرق اللي قدمه كوكا ناحيه الشمال؟ ابيض على الابيض، كسكسي على حمصي، مفيش نص الملعب زي الباك ليفت. هو مش هيقدم كوره لان هو ما عندوش كوره، لان هو فعلا ما عندوش كوره. فمباراه انت لما نزلت شوط تاني انت حماس بس، انت شوط اول ابيض مفيش، شوط تاني انت لا لازم تتعادل. الجمهور هيفشخنا، لازم نتعادل. الجمهور هيسلكنا، لازم نتعادل، لازم ننزل وندوس. لما حاولت سحبت له السوليه الكحيان الميت اللي مش قادر يتحرك ولا يجري من مكانه، هو عمال ينط، بس هو بينط وبيشب، هو ما بيجريش. ونزلت لي ندفيد، يعني تخيل ندفيد بقى حل على الدكه الاهلي، يا لهوي يا لهوي. نزلت لي ندفيد وقفشه، قفشه ده شكل نص الملعب،
قلت لك قفشه يبدا مع امام؟ لا، ينزل بديل هيديك ويصنع لك الفارق. قفشه اللي بقى يمسك كرة في نص ملعبه، قفشه اللي بقى بيوزع على الاطراف، ونشوف خالد عبد الفتاح طالع طاير. من زمان ما شفناش الاطراف. لما استغلت الاطراف ايه اللي حصل؟ جولين، هدف الاول والهدف الثاني من طرفين الملعب. انت كل سنه وانت فاهم، مش عايز حاجه تاني. فالطبيعي ان انت تشوف الطرف او الباك بتاعك ليه ادوار هجوميه، بديهيات. هو طبيعي في الكره الحديثه وفي اسلوب لعب النادي الاهلي ان انت اي فريق بيلعب قدامك هو قافل عليك العمق، فاوريدي بتلجا لاطراف الملعب. دي بتشتغل، هتعرف تشتغل، هتعرف تسجل، هتعرف تجيب جول وتعرف تجيب التاني. هدفين النادي الاهلي، اول هدفين انت خالد عبد الفتاح اشتغل، وسام بس لمسها امام حطها. تاني كوره خالد عبد الفتاح امام دخل. انت الطرف لما اشتغل عندك قدرت ان انت تسجل، قدرت يبقى ليك شكل في الملعب. انما الموضوع مش متوقف على صانع لعب ووينج مهاري، لان انت لا عندك صانع لعب ولا عندك وينج مهاري. فاوريدي هلجأ للطرفين الملعب زي ما شفنا خالد عبد الفتاح النهارده. ففوز، ما مش هقول لك مفرحني او متصدر مجموعه على عيني وعلى راسي، وماذا بعد؟ وماذا بعد المجموعات؟ انا لو قابلت اي فريق، مش هقول لك في فريق يخض، شكل فريقي اصلا يرعب لوحده. الموضوع مش خايف اقابل فريق قوي لا يكسبني سكور، لا، الموضوع ان انا اللي زي الزفت. في النهايه فوز بيخرج اداره الاهلي زي ما قلت من عنق البستله، لا اكتر ولا اقل، متصدر مجموعه على عيني وعلى راسي. وماذا بعد المجموعات ده اهم بالنسبه لي كاهلاوي كمشجع للاهلي، لا اكتر ولا اقل. انا عايز اشوف بعد المجموعات، لان انا كمجموعه مش اقوى حاجه. كاستاد ابيجان او بلوزداد اللي يكسبني على ارضه، الواحد دمه محروم الماتش ده، او اورلاندو، مش اقوى حاجه، مش المجموعه اللي ترعب. لان انا النادي الاهلي طبيعي ان انت تدخل تكسب اي فرقه. فاداره محتاجه تتحرك، محتاجين صفقات. داخل على نص الشهر ما تعاقدناش مع اي صفقه ولا اي لاعب حتى. ولحد امتى هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وبنتفرج؟ سلام.